وتشوف كل الجمال ده قدامك بيناديك، والدنيا دي النهارده تقريبا بتهديك باللي انت حلمت بيه. مساء الخير شيوخ، محتاج علاج الشعر ممكن بعد إذنك. شنو المشكلة اللي تعاني منها؟ تساقط شعر ولا تبي طولة ولا تبي تكثفة ولا شنو؟ كوتش مرام قاعد تسألني تقول لي شيوخة ما شاء الله شعرك انتي من الله كثيف من زمان، ولا بعد ما اخذتي الحبوب واهتميتي فيه صار فرق؟ لأن في ناس يكون جينات من الله، وفي ناس مهما يهتمون حتى لو وقف تساقط الشعر بس ما يصير كثيف. أولا سالفة إنه يهتمون وما في نتيجة، هذه واحدة من ثنتين: يا ماخذة علاج خطأ، يا إن هي قاعدة تسوي الطريقة مالت العلاج خطأ. حلو، حتى لو يعني اضطروا إنه يسوون عمليات في علاج، لأن إحنا واصلين حق مرحلة الحين بالعلم تبارك الرحمن، وأدوية لا إله إلا الله عد وخربط، بس تختارون الصح. شعري من زمان كان طويل وكثيف لا إله إلا الله من قبل الكورونا، حلو، بس مو بهالطول، مو الطول للحين، لكن الحين بعد ما صارت فيني الأنيميا الحادة وطيحت شعري وتعبتني. عزيزة تقولي شيوخة اليوم وصلت طلبيتي، عسى يجيب الفايدة يا رب بإذن الله. والله العظيم يعني ما أدري شنو أقول لكم، تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن. المنتجات اللي أنا قاعدة أوريكم إياها قبل لا أوريكم إياها، لما قاعدة أستخدمها وأشوف نتائجها علي لا إله إلا الله. يعني مثلا هذا بيور قميص حق تساقط الشعر، أقوى شيء حق تساقط الشعر، أنا مو حاطة ولا خصلة زيادة، لا إله إلا الله. هذا الشعر الطبيعي 100%، تبارك الرحمن. وايد ناس من كثر ما يشوفونه بالصج ويعني ينصدمون تبارك الرحمن إنه شلون كذي لا إله إلا الله، عبالهم اكستنشن، مو اكستنشن والله العظيم لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا وايد مستانسة، وهم لما نستانس أبي أفيدكم معي المنتجات نفسها.